تثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. فصلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة المكونة من ركعتين فقط، والحكمة من ذلك أن الله تعالى لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على الصلاة وأصبح